ماما، أنا تعبان وحاسس بدوخة ومش قادر ألعب زي زمان ولا عارفة أركز في المذاكرة. ما تخافش يا حبيبي، ان شاء الله نروح نكشف وتبقى احسن من الاول. عشان ولادنا أغلى حاجة عندنا وصحتهم وسلامتهم تعتبر مسؤولية عندنا، فدي بنقدم لحضراتكم في معمل النبيل للتحاليل الطبية. لو لاحظت على طفلك في شحوب في وشه، شفايفه بقت بيضة شوية، تحت عينه أسمر، بيتعب وإرهاق بصورة سريعة، أو اللي هو يكون ضعف في التركيز بتاعه، دي شيء مهم جدا. فلازم نشك ساعتها في وجود أنيميا الحديد أو نقص في الحديد، فنتعمل له صورة دم كاملة ونشوف الهيموجلوبين. بس مش كل نقص الهيموجلوبين بيأكد او بيدل اللي فيه نقص في الحديد، فلازم نعمل مع صورة الدم الكاملة تحليل الفريتين اللي هو مخزون الحديد، وتحليل الايرن او تحليل الحديد في الدم، عشان نتأكد ان اللي عامل مشكلة ده هو نقص الحديد. ومع التحاليل برضه صورة الدم الكاملة والفريتين والحديد في الدم، يتعمل تحليل ESR سرعة الترسيب عشان نتأكد إذا كان في التهابات في الجسم، وتحليل CRP إذا كان في عدوى بكتيرية موجودة في الجسم بتاع الطفل بتاعنا. مع التحاليل دي لازم نشوف صحة العظام وصحة الأسنان بتاع أطفالنا، وبالتالي لازم نعمل تحليل كالسيوم الكلي والكالسيوم المتأيد. وإذا قلنا كالسيوم يبقى لازم نربط معاه تحليل فيتامين د، بالذات إذا كان في سقوط في الشعر لأولادنا بشيء ملاحظ جدا. مع برضو التحاليل دي لازم نعمل تحليل البول الكامل وتحليل الستول الكامل أو تحليل البراز الكامل، عشان نكشف إذا كان في التهابات في مجرى البول، في أملاح في مجرى البول لأطفالنا، وتحليل البراز الكامل عشان نشوف إذا كان في طفيليات، في ديدان، في انتاميبا موجودة في البراز بتاع الطفل بتاعنا. وعشان كده احنا بنقدم لحضراتكم باكج الاطفال دي كلها، اللي هي بتحتوي على صورة الدم الكامله، CBC، تحليل الفريتين مخزون الحديد، تحليل الحديد في الدم، تحليل ESR سرعه الترسيب، تحليل معامل التهابات CRP، تحليل الكالسيوم الكلي والكالسيوم المتأين والفيتامين د، واخيرا وليس اخيرا تحليل اليورين، تحليل البول الكامل، وتحليل البراز الكامل. كل الباكج دي بقدمها لحضراتكم بخصم 20% بس، عشان حضراتكم تطمنوا على صحة أولادكم.